السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عاملين ايه يا حبيب قلبي؟ من آخر فيديو وآخر وصفة كنا مع بعضينا، يا رب تكونوا جربتوا الوصفة وتكونوا بخير وتكون كمان عجبتكم الوصفة. بصوا بقى، النهاردة معانا كده كبسة، هنعمل بقى ان شاء الله الكبسة السعودي كده، هتعجبكم الطريقة دي، حلوة قوي 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 بإذن الله. الرز طلع مفلفل وحلو واللون تحفة. وبصوا بقى، يعني من اسهل الاكلات اللي انت ممكن تعمليها. انا بقول لك بقى هنا حطي لي اللايك، ما تنسيش اللايك على الجمال والحلاوه ديت، على اتفضلوا معانا. وما تنسيش تشاركي الفيديو مع اصحابك وحبايبك واهلك علشان الكل يستفاد والكل يعرف الوصفه. هنا كده معايا نص كيلو رز بسمتي. الرز هنا رز الصفرة مش الابيض، ماشي. هنا بشوف كده في اي حاجه، هو نضيف الصراحه بس بشوف لعل وعسى في اي حاجه اطلعها. الحمد لله تمام، نضيفه زي الفل. بكون انا هنا غاليه ميه سخنه ونازله عليه، تمام. واغطيه واسيبه بقى ايه يتنقع، حتى لو كده حبه ميه ايه محترمين. هنا بقى معايا صدر فرخه كامل. انت لو عندك بانيه برضو عادي ممكن تعمليه شرايح عادي، بس انا كل مره بعمله شرايح، بس قلت بقى المره دي نعمل بقى الوصفه بفراخ كده مكعبات، تمام. وبشيل منها اي حاجة بقى، جلد زيادة، قرقوشة، عظمة، اي حاجة. يعني انا شطفته الاول الصدر ده وقلت اقطعه كده. بصوا العظمة، عشان طبعا ما تحطهاش حد ياكلها بالرز لا قدر الله سنته تتكسر ولا اي حاجة. تمام يا حبايب قلبي. آه بشيل بقى كل حاجة كده زايدة واروح اشطفها تاني وانقعه في مية وخل وليمون، تمام. الفراخ عقبال بقى ما ايه اقلل البصلة بتاعتي كده وتكون كده ايه اخدت التنقيعة الحلوة. بصوا بقى الحتة اللي هناك دي اللي على ايدي الشمال دي اسمها الموزة، دي بيتعمل منها الستريبس، بتبقى تحفة 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 طرية. وتحس غير اي قطعة صدر الفراخ، حتة كده يعني ايه مميزة كده فيها. طبعا قطعت كله خلاص كده. انا عملت المكعبات بالحجم ده حلو قوي. انت عايزه تعمليه اصغر من كده اعمليه، مفيش مشكله. انا هنا كده جبت الحله سخنتها ونزلت عليها بالزيت. عندك سمنه مع زيت، زبده مع زيت بيمشي تمام، اللي عندك مشي بيه الحال. بس طبعا كل ما تحطي سمنه بلدي مثلا زبده بلدي بتدي طبعا للاكل طعم كده خرافه وفخامه، وهنا هي كده عسل، يعني الطعم ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. كده بعد ما نقعتها وشطفتها تاني وصفيتها طبعا من ميتها في المصفى، نزلت عليها اول ما البصله اخدت اللون، يعني ايه مش الصفار الغامق البرتقاني زي دلوقتي كده، لا. آه الصفار الخفيف. ونزلت خدت ايه تشويحه معايا. بقول لكم هنا عندي كاري وكركم وبابريكا ولومي وفلفل اسمر وبهارات فراخ وعود قرفه، تمام. بحب انزل اول حاجه بعد ما طبعا شوحت الفراخ كويس قوي قوي مع البصله، وبقى اداني اللون البصل الغامق دوت. نزلت بقرن الفلفل كده بعد ما نغسته عشان يديني طعم، وبالعود القرفه وباللومي، تمام. باخدهم تشويحه الاول، وبعد كده ما باخدهم تشويحه بنزل عليهم بالبهارات اللي انا قلت عليها. باخد برضو الفراخ مع البهارات تشويحه حلوه، وبنزل بقى بالملح، اظبط الملح بتاعي وبرضو اشوح فيها. طبعا كل اللي في الحله من تحت ده هيطلع اول ما احط الميه المغليه. بعد طبعا ما اشوح الرز معايا خلاص، انا شطفته طبعا، شرب ميته وشطفته، دلقت الميه اللي فيه وشطفته وحطيته برده في المصفى. ونزلت كده على الفراخ بالتوابل بتاعتي. عندك قرنفل حطي، عندك حبهان حطي برضو يدي طعم حلو، عندك جنزبيل حطي. بس ده اللي كان البهارات اللي عندي. ما عندكيش كل البهارات دي حط جيبي ب10 جنيه بهارات كبسة من بره، هيديكي كل الكلام دوت، او ب15 جنيه تقريبا. كده حطيت المية المغلية السخنة، انت عندك شوربة حطي، بس انا هنا عشان في فراخ حطيت مية سخنة بتغلي طبعا. خليتها تغلي، وطبعا المستوى المية برفعه شوية عن الرز غير العادي، تمام، عشان ده بسمتي. حتى لو نقعاه انا نقعته ربع ساعة كده. طبعا شرب ميته ووطت عليه لغايه ما استوت الفراخ والرز. وكنت بوريكي هنا سوا الفراخ حلو ازاي، ووريكم الرز مفلفل كده. بقى كنا بنغرف، تعالوا طبعا عشان ناكل نتغدى.
تعالوا بقى اتفضلوا معانا يا حبايب قلبي، دوقوا الجمال والحلاوه دي. وقرن الفلفل ده بقى حوار. بس خلي بالك لما تحطي الحبهان والقرنفل، لو عودين يعني حبتين قرنفل او مسمارين وحبتين حبهان، شيليهم طبعا قبل ما تحطي الرز